السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صراخ تحت الأنقاض. كشف تفاصيل الرعب في إنقاذ أتسو. كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة بشأن ما تعرض له الغاني كريستيان أتسو لاعب تشيلسي السابق وهاتاي سبور الحالي جراء زلزال تركيا. وكان أتسو 31 عاما عالقا تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا صباح أمس الاثنين وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى. وبحسب صحيفة الصن البريطانية فقد عثر على أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض زلزال تركيا بعد سماع صوت صراخه. وأضافت أن أتسو كان في الطابق التاسع من مبنى سكني عندما هز زلزالان تركيا أدى إلى تدمير 12 مدينة على الأقل وقتل الآلاف. وأكدت الصحيفة أنه تم سماع صوت أتسو تحت الأنقاض إلى جانب صوت المدير الرياضي لهاتاي سبور تانر سافوت. وقال متحدث باسم النادي التركي في تصريحات لإذاعة جول: تم إنقاذ كريستيان أتسو مصابا بجروح ولا يزال مديرنا الرياضي تانر سافوت للأسف تحت الأنقاض.